اهلا بيك يا عزيزي المشاهد. بصوا بقى، مع كل الكلام اللي بيتقال حوالين الزمالك والانقسام ما بين مؤيد ومعارض، في الاخر الراجل ماشي صح على قد الامكانيات والظروف. والدليل بقى الزمالك دلوقتي قاعد على قمة الدوري، فريق داخل على ماتش مهم جدا قدام وادي دجلة يوم الاحد، واخر ماتش قبل التوقف الدولي عشان منتخب مصر عنده اثيوبيا وبعدين بوركينا فاسو. الماتش ده هيغيب عنه كونجا، وده ممكن يفتح فرصة اننا نشوف محمد شحاتة تاني في النص، او يمكن احمد ربيع يظهر لاول مرة. اما عن فريرة فالراجل بيتصرف بذكاء، يعني مثلا شيكو بانزا جاب 6 نقط لوحده في اخر ماتشين، وبالرغم من كده في ناس بتقول عليه هو لسه عشوائي. يا جماعة الارقام مش بتكذب. طيب بالنسبة للجزيري، واضح ان الادارة والمدرب ان العلاقة هتنتهي في يناير، خصوصا مع وجود بدائل زي ناصر منسي. طبعا محدش يقدر ينكر اللي عمله مع الزمالك، بس الفريق عمره ما وقف على لاعب واحد. الخلاصة ان الزمالك يا جدعان بيبني فريق جامد واحدة واحدة. الاهم دلوقتي تجميع النقط، لان الموسم ده ممكن يتقفل من الدور الاول بفرق النقاط. كده نكون خلصنا. لو انت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.